ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. دي سماعات ابل ايربودز برو الجيل التاني. تقدر تميز بينها وبين الجيل السابق في شكل العلبة من بره؟ لا طبعا، لان العلبتين شبه بعض تماما من بره من كل النواحي، ولكن من جوه هتلاقي الايربودز برو الجيل التاني موجودة في العلبة دي، والعلبة دي علبة الجيل الاول اللي كلنا عارفينها. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض 8 حاجات اتغيرت عن الجيل السابق، وده اللي يخلي الجديدة تتفوق على القديمة طبعا. ولو فارق معاك التغييرات اللي هقولها لك تقدر تشتريها. خلينا نبدأ بفتح العلبة ونشوف محتوياتها ايه مع بعض. طريقة فتح العلبة بالطريقة اللي أصبحت أساسية عن أبل في كل منتجاتها، بسحب الشريط من فوق ومن تحت، وبعد كده تبقى جاهز عشان تشوف السماعات الجديدة. أول ما تفتح العلبة هتلاقي الورق كالمعتاد. بعد كده معانا الإيربودز برو الجيل التاني بالغلاف بتاعها، نشيله ومع بعض نشوف باقي محتويات العلبة. زي الجيل السابق هتلاقي معاها سلك الشحن والإير تيبس الخاصة بيها. أول ميزة معانا التغيرات اللي تمت على التصميم، لكن مع أول لحظة هتلاقي شكلها زي القديمة بالظبط. الأبعاد هتظهر معانا على شاشة، ولكن لو دققت النظر في الأبعاد اللي هتلاقيها موجودة دي هتلاقيها أصغر بشوية بنسب مش ملحوظة. أما في الحقيقة يعتبر الفرق ده مش موجود، العلبتين تحسهم متطابقين جدا مع بعض. لو شفت السماعة اليمين مثلا من الإيربودز برو 2 هتلاقي الخط الأسود فيها أقل من القديمة، وده لأنهم غيروا أماكن المستشعرات والمايكات. في السماعات القديمة إيربودز برو 1 هتلاقي الميكروفون مكانه في الأعلى، أما في الجديدة هتلاقيه اتنقل في الزاوية شوية زي ما هو واضح في الفيديو بدل المكان القديم هنا. تاني ميزة بالنسبة للمعالج، إيربودز برو 2 بتيجي مع معالج H2 الجديد، أما الأصلية السابقة كانت بتيجي مع معالج H1. المعالج الجديد هنا هيخلي أداء عزل الصوت أقوى ويقلل التشويش بالإضافة لصوت أعمق، وطبعا صوت أوضح وأعلى كمان. كل ده مع المايك الممتاز اللي بيخلي التجربة متحسنة كليا عن الجيل السابق. تالت ميزة معانا بعد كده هي الإير تيبس، بتيجي بأحجام زيادة. هتلاقي في الجيل الجديد منها الحجم الزيادة اللي هو الصغير جدا عشان تقدر تاخد مرونة أكتر وراحة عند الاستخدام، على عكس الجيل السابق اللي كانت بتيجي بمقاسين بس. رابع ميزة هتلاقيها في عناصر التحكم باللمس، هتلاقيها زي الأول في كل حاجة، بس زودوا هنا التحكم في الصوت. تقدر تتحكم في مستوى الصوت بالسحب الأعلى أو لأسفل بكل كفاءة. خامس حاجة معانا التغير الأكبر اللي بقى في تصميم علبة الشحن. من الجنب اليمين هتلاقي فتحة التعليق دي عشان تقدر توصلها مع الميدالية أو غيرها من الاستخدامات المعروفة. ومن تحت هتلاقي السماعة الخارجية اللي اتضافت جديدة، ودي تقدر تسمعها عند الشحن أو لما تستخدم فايند ماي ايربودز هتلاقي الصوت بيطلع منها لو بتدور على السماعة أو حاجة ب3 تنبيهات و3 تأكيدات. وطبعا تقدر تعيد الصوت مرارا وتكرارا، والصوت هيبقى بالشكل اللي انت هتسمعه دلوقتي ده. سادس ميزة معانا عمر البطارية اللي اتحسن. الجيل الأول اللي كانت بتشتغل وقت متواصل 4 ساعات ونص تقريبا، أما الجيل الجديد اللي معانا دي بتشتغل 6 ساعات، والبطارية في القديمة بتشتغل معاك إجمالي 20 ساعة مع إلغاء الضجيج، أما الجديدة بتشتغل معاك لحد 30 ساعة. بالنسبة للشحن الاتنين بيقبلوا الشحن اللاسلكي، لكن في الجديدة هتلاقي الصوت اللي بيطلع أثناء الشحن، وده أمر مريح بصراحة. سابع ميزة معانا وهي جودة الصوت، مع خاصية عزل الضوضاء الأكتيف نويز كانسليشن هنا أفضل مرتين عن السابق، وطبعا ده هيفرق كليا في الاداء عن الايربودز برو 1. ومع الميكروفون وفتحه التهويه اللي بالاعلى هتلاقي الميزه الجديده دي بتفرق معاك، عشان السماعه دلوقتي بقت بتتعرف على الصوت بشكل افضل، وتقدر تحلل وتقلل الضوضاء بشكل افضل بمعدل 48,000 مره في الثانيه. تامن حاجه معانا واخيرا هي السعر. الجيل الاول طبعا تقدر تشتريه ارخص، مع العلم انه مش هيبقى متوفر كتير، لكن سعر الجديده بتنزل رسميا بسعر $249 او ما يعادلهم في بلدك طبعا بالضرايب والجمارك. دي كانت الفروقات بينها وبين الجيل السابق. لو ناوي تشتري ويفرق معاك الميزات اللي قلت لك عليها يبقى خليك في الجيل التاني، اما لو لا يبقى هات الجيل الاول ارخص وبرضه هي ممتازه. لحد هنا اكون وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. شكرا على المشاهده، وشكرا 33,000 مشترك. مع السلامه.